ايه هدفك في الحياه؟ هدفي ممكن اكون بفكر اربي ولادي ونفسي اخلف بنت. والله يا هانيه عادي نفسي اخلف بنت وخلاص، كده كده عايشه مع ولادي، يعني ماليش هدف تاني. عايشه في بيتي، مش عندي كل حاجه في الحياه عملتها. احمد زي الفل حبيبتي، احمد ما فيهوش اي حاجه، احمد ما فيهوش اي حاجه، احمد زي العسل، واحمد ملوش دعوه باللي انا بقوله ده خالص. احمد على فكره انا بحبه، هو شخص كويس وبيحبني، ولو رجعتوا تقولوا لي ده هو اتكلم عليكي في فيديو، هو كان بيوصل لي فكره الفيديو عشان احنا مش بنتكلم، انما مش اتكلم عليا. ومعلش يعني احنا رجعنا لبعض من بعدها وما فيش بينا حاجه وحشه. وبرده ما فتحش عني لايف، ماشي، هو مش فاتح عليا لايف. تفرق كتير برضو انه يفتح عندي لايف. ثواني كده عشان في حد باعت لي حاجه. بس فاحنا مبروك على 4 مليون. المفروض اعمل احتفال بس مش عارفه اليومين دول. ماشي تسلمي لي. فانا اللي عايزه اقوله لكم ان احمد بره القصه دي، احمد ملوش دعوه بالكلام ده. احمد كان متضايق مني، عايز يقول لي كلمتين من الاخر. احمد ما فتحش عليا لايفات ولا جاب سيرتي في لايف ولا بيعلي لايف بسيرتي ولا الكلام ده. احمد بره اي حاجه. ولو يا ستي انا واحمد ما حصلش بينا نصيب، احمد مش هيطلع يتكلم عني، انا مش هطلع اتكلم على احمد بصوره وحشه. يعني بفهمكم لابعد الحدود، احمد مش هيعمل اللي الشخص ده عمله، لا هو كده ولا عيلته كده ولا اي حاجه. قولها للمره المليون، وبجد الفيديو ده من جوه قلبي، ومش هرتب له، مش هحط له موسيقى ومش هحط له كلام، مش هحط له حاجه. الراجل اللي هيبقى متجوز واحده ومش هيصون سرها وهيطلع يفضحها على السوشيال ميديا، اي واحده تخش حياته من بعدها هيفضحها. زي ما صانش سرها هيفضحك، زي ما كل معاها عيش وملح وما صانوش هيفضحك، زي ما قالش مثلا في حقها كلمه حلوه في يوم من الايام هيفضحك، زي ما استغلها وخد شهرتها وشهرته واتعرف وبقى بيقعد على الابليكيشن هيفضحك. طالما بصي اي حد، اي راجل ما صانش عيش وملح كله مع واحده، هو مستحيل يصون لك حاجه. اصل مش انتي اليزابيث اللي جايه من السما هتغيريه، مفيش. المبادئ ما بتتجزأش. اللي هيطلع يفضح عرضه وشرفه ومراته مهما انتي كنتي بتدعمي داعمه ليكي ليفل، معروفه فين، ست مش عارفه ايه، ليكي مكانك، ليكي برستيجك، هيبقى انتي زيك زيها. هو بني ادم مش قادر يصون سرها فمش هيبقى عليكي. هو ما عرفش يكون الراجل الصح معاها فمش هيبقى راجل صح معاكي. نقتنع، علشان بجد انا شفت حاجات كده. انا شفت كام فيديو. انا اول مره اتكلم على حد في السوشيال ميديا، انا اصلا ما بيخصنيش ان انا اتكلم على حد، بس فعلا شفت كام فيديو وبقولها لكم اهو يا جماعه. اي واحده بتخش حياه راجل فضاح في العموم هي خسرانه. كنت بقى داعمه، كنت برستيجك فين، كنت سيده اعمال، كنت هو ما بقاش على العيش والملح اللي هو طفحوا، مش هقول كلوا عشان هو ما يستاهلش ياكل، اللي طفحوا معاها وقضى معاها وقت كويس وكان جوزها و وطلع يتكلم عليها في الاخر. انت مش رابونزل اللي نازله بشعرك من السما يعني هتغيري البني ادم. هو مبدأه طبعه راجل ناطع، فانت هتطبعي بطبعه، هتبقي ست ناطعه زيه. وانت استنى بقى نشوف مواويلكم، وهستنى اتفرج على الجديد بتاعكم. انا قاعده اهو بحب اتفرج برضو اليومين دول، انا زهقانه فقلت اشوف القرف بتاعكم هيوصل لايه. مراته، شرف مراته، عرض مراته ما يتصنش يا ناطعه يا غبيه. هيجي دورك بس هنقعد نتفرج ساعتها. هي بعتت لي صباح الفل. قاعدة بصي انتي فصلاني ضحك بقالي 10 دقايق. بقولك انا شفت فيديو، انا بجد لو قلت لك انا الفيديو دوت ضحكني ضحك. بتاع سوما العاشق؟ ما اعرفش، بس انا عارفه ان هو الشخص ده. المهم ان انا شفت الفيديو ضحكت. انت تعرفي ان انا عمري ما فتحت لايف اتكلمت على حد ولا فيديو على حد. لو شفت الدنيا بتولع من حواليا، بس انا كل بصي اولا انت فصلتيني ضحك. انا قعدت انا عماله بضحك. انا مش عامله له هو الفيديو،
انا عامله للوليه اللي فرحانه قوي ان هو مثلا معجب بيها او فاكره الراجل اللي اسمه ابراهيم، مش عارفه كان اسمه ابراهيم ابراهيم حاجه مش كويسه. فاكره لما كان بيفتح القميص كده ويقعد يعمل لهم كده؟ هو بقى شبهه بيعمل تقريبا نفس الكاركتر. هو تقريبا فاكر ان هو جذاب قوي، ودي حاجه مضايقاني جدا. او كذاب قوي. شوفي مين. هو فاهم ان هو جذاب والقلعن، انما بتفرج على الفيديو بجد حاجه في قمه الهطل. انت ورابط حزام يا بنتي بتاع اطفال، حزام كده، حزام بتاع وسط، حط الحزام محطوط على رقبته. ايه السكسي في كده مثلا؟ ايه الجذاب في كده؟ طب ايه المغري؟ انا عماله ابص الفيديو في حاجه غلط. فين وفين لما شفت صورتها، اتاري العيد ميلاد ده كله على صوره معفنه كده فين في التورتايه. ياه بقى انا عايزه اقول لك هموت واعرف انت عامل ايه. انا حضر معايا عيد ميلادين. هو حضر معايا عيد ميلادين. العيد ميلاد الاولاني انا طبقت له فلوس التورتايه يجيبها عشان يتأنزح قدام اخواتي، فاهماني؟ والعيد ميلاد الثاني عمل حجه ان هو عيان وما قاليش حتى كل سنه وانت طيبه، اللي انا بقالي سنه ونص باكله وبشربه وبجيب له السجاير. ما هو ده العيب بقى، ان انت اقول لك على حاجه قلتها لك وهقولها لك تاني. انت في حته حلوه وتستاهلي شخص احسن، ما تتسرعيش وما ترميش نفسك في حته مش بتاعتك بجد والله العظيم. انا شايفاكي لما كنت في مره دخلت انا وانتي لايف، فلقيتك من كتر ما انا بحكي لك على قد ايه انا مبهوره ان الشخص ده كويس وعاوزني ليا، وانتي يا عيني فرحانه لي بس عينك عايزه تقولي لي لا فوقي. ما عشان احنا كنا من بره برضو شايفين ان هو في حاجه غلط، بس انا مش هعرف احددها وما اقدرش اموت لك فرحتك. انت فاهمه؟ انا شايفاكي مبسوطه بس مش قادره اقول لك ان والله العظيم حاساه غلط، حاساه ان هو يعني بيستغلك في حاجه غلط، بس انا مش فاهمه ايه هي. فماليش ان انا اقول لك. بس بصي بقى، كل ده ما فرقش معايا ساعتها ولا تابعتك. انا بصي اقسم بالله انا كل ده ولا انا شفت له لايف واحد من فتره، شفت له وهو عامل كده بقى زي الواد ابراهيم ده بتعمل كده التليفون، بقول له يعني لا بقى يا ام جاسر بقى يا جماعه. لا في ثواني بس، في حاجه بقى تعقيب ثانيه. منار ما نصحتنيش في شيء. منار زعلتني. منار كانت حبيبتي قوي. منار زعلتني يا جماعه، ان هي قالت انت ازاي تتجوزي اصلا. لا ان هي حرمت اللي ربنا حلله، وان انت سنك اكبر منه. انا سني مش اكبر منه الا ب7 سنين. ده اللي زعلني من منار. 7 سنين اكبر منك ب7 سنين. على فكره انا ما عنديش مشاكل معاه خالص، وما كان قلت لك غير في الفيديو اللي من شويه شفت له فيديو، ومش مشكلتي معاه برضو، مشكلتي في اللي لقيتها بتدعمه وفاهمه ان هو حد كويس. فانا بقدم محتوى في العموم. اليومين دول ابتدي اعمل فيديوهات اصلا عن انا ما شاء الله هنا 4 مليون، وابتديت اعمل على الفيسبوك عندي 2 مليون ونص باظوا، وابتديت من اول وجديد ومش بسم الله ما شاء الله. فانا هعمل محتوى نصايح اليومين الجايين، اعمل فيديوهات بس هلبس بقى والشيك، مش هعمل بالاسدال لان انا بعمل الطبيخ بالاسدال. هبتدي اقول ان الستات تبقى ماشيه على رتم معين، ان الراجل اللي هياكل معاكي عيش وملح مش هيصونه، ده مبدأ مش هيتغير، مش هيصونه معاكي ومع غيرك. يعني طلع اتكلم فيكي عافي، انا شفت له لايف قبل كده، بس انا كل ده ما فرقش معايا. انا كل التوجيه يعتبر للرساله اللي انا عاملاها في الفيديو للي فاكره ان هي خدت ال7 البرومبا اللي ما حدش خده خالص، اللي انت خدتي خازوق مغري. بصي الكومنت هنا بيقول لك ايه، والله احنا فعلا بيقول لك والله ما كانش فعلا باين عليه حاجه، احنا كلنا هو خدعنا، لان انا فعلا ما كانش باين عليه ان هو لا عايز ريتش ولا عايز بتاع. انا ما ظهر لا بص اقول لك على حاجه، انا لاخر لحظه يا ام دنيا انا معاه وهنرجع. انا لاخر لحظه عارفه ان انا معاه وهنرجع.
لا 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 احنا اختلفنا شويه وزعلنا شويه وزي اي حد ما يا بيزعل. بنتي ايه اللي يطلع عليكي لايف؟ انت فاهمه يعني ايه يطلع عليكي لايف؟ ما هي دي بقى دي بقى اللي فوقتني بقى. عارفه يعني ايه بني ادم كل معاكي عيش وملح يفتح عليكي ما هي لايف؟ دي بقول لك، دي اللي فوقتني بقى، دي اللي خلتني لا فوقي بقى. سيبك من الفيديوهات وبيغيظك وستوريات، ده مش عارفه يعني ايه يفتح لايف وكده. جاب سيرتك يعني ما صنفيش، ما ياكلش معاكي عيش وملح تاني ياما. فوقي. اللي يطلع يشوه سمعة ست كانت في حياته، اللي يطلع كل ده عشان شويه فلوس ملاليم. مفيش مبدأ. انا بقول لك انا اليومين الجايين انا هسلخ الدنيا على الحوار ده. انا كنت بقعد وبقعد انصحهم كتير في اللايف بس مش بعمل فيديوهات. اليومين اللي فاتوا كنت ابتديت اعمل فيديوهات بس لسه هبتدي يعني جبت اجنده وقلم. انا هقعد باجندتي وقلمي اعمل لهم فيديوهات. ماشي. انا هعمل كل اللي هشوفه هنا سلبي هتكلم عليه والله. مش هنجيب انا كده ما جبت سيره حد، بس احنا بنوجه لها رساله. اللي مش هيصون شرف وعرض بني ادمه كانت في حياته مش هيصونك. ليكي دور، ليكي وقت. دي نصيحه احنا مش على فكره انا مش شمتانه فيها ولا متضايقه منها. ابعدوا عني. فانا بس بفهمكم اللي انا لا شمتانه فيها ولا انا، بس هي غبيه انا مستغبياها يعني، صعبانه على متضايقه منها. انت اذكى واعقل من احنا راجل يضحك على واحده فينا. احنا اذكى واعقل من كده. اول ما تحسي ان الراجل بيستغلك سيبيه وامشي. اول ما تعرفي ان الراجل ده ما صانش اللي قبلك سيبيه وامشي. لو اتكلم على شرف واحده غيرك سيبيه وامشي. لو كل معاكي عيش وملح وما صانوش سيبيه وامشي. اي حاجه الدور عليها مدونه. ليه يا حبيبتي؟ ليه ما تقوليش عليها كده؟ ربنا كريم. انا على علمك مش بجيب سيره حد في لايف مهما كان حصل. وانتوا اكيد شفتوا ليا كتير او انا ممكن افتح اعمل معاكم اكل. ده محتوايا اطلع اعمل معاكم اكل، اطلع اعمل معاكم لبس، اعمل معاكم اي حاجه. مش بفتح لايفي على حد، مش بقعد اتكلم على حد. وان كنت زعلت عليها ومنها فانا زعلانه ان احنا يضحك على واحده فينا بالطريقه العبيطه دي. اصل الراجل والست ما بيتغيروش، دول مبادئ. الست اللي مش شريفه مش هتتغير. الراجل اللي مش راجل مش هيبقى راجل مهما حصل. فاهمين؟ دي حاجات يا جدعان. مش اللي هياكل معاكي وينزل يعض فيكي ده مش هيتغير. اللي هيعمل بصي في حاجات مش هتتغير. وده اللي مضايقني ان ازاي ممكن تكون واحده بالغباوه دي. هنشوف انت بقى يا رب. شوفي انا بالنسبه لي بس اقول لك على حاجه. حتى لو انت زي ما انت عايزه تشمتي فيا كده، انا اي حاجه همر بيها بالنسبه لي يعني مش عارفه اعملها لك ازاي. اي حاجه بمر بيها بحمد ربنا عليها، بتعلم. جدع يا رودي. انت كده فهمتي اللي فيها. اصل انا كنت حاكيه لهم يمدوا لنا القصه من اولها. انا ما كنتش حاكيه حاجه وكنت رافضه الكلام. بس لما لقيته فاتح لايف الفجر بيقول لهم انا هطلع لكم الفويسات اللي ما بيني وما بينها وهي بتعيط عشان ترجع لي. عادي، ايه المشكله؟ كلنا بنعمل كده. لا اتضايقت منه قوي. بص اقول لك على حاجه. ايا كان انت عملتي كده حبيبتي، ده كان جوزك. ما انا بقول هو انا يعني عملت كده مع حد غريب؟ ايه المشكله؟ الست لو بس تعالى لي على حجري بقى اعرف الناس بقى من البدايه ايه اللي حصل. حكيت لهم بقى ان انا اللي طلبت الطلاق، وان انا اللي فتحت بابي وكرشتك من اسكندريه، ان انا سبقت. ولما قفلت موضوعي قفلته بالشياكه. انا اللي قافلاه مش انت اللي قافله. يعني مش انت اللي طلقتني وجريت، لا انا اللي طلبت الطلاق. كل ده مش فارق معايا. هو برضو يكفيني ان هو راجل ناطع، بقول لك والله بجد، ويعرف واحده ناطعه. وده اللي بينك وبينه مش فارق انا كل اللي فارق معايا يا بنتي ان هي غبيه. كل اللي حصل بينك وبينه ده انا مش شايفاه، لان دي مشاكل عاديه بتحصل بين اي حد. اللي انت وهو فيه انتوا كنتوا ست وراجل متجوزين، ده بيحصل ما بين اي حد. هنا بقى عند انتهاء العلاقه يا ستار قلبي بتسود حاجه بس، الاخلاق. يا انت عندك اخلاق وحفظتيها. والله انا كنت شايفه عنده. انا بتكلم هو ده.
يا اما انت عندك اخلاق للعلاقه وقفلتي عليها، ردمتي عليها وصنت العيش والملح فقفلتي عليها، اكيد الطرف الثاني مش مجنون هيطلع يتكلم. يا اما بقى الطرف اتكلم، فانا من الطبيعي عندي حريه الاختيار ارد او ما اردش، فانت لا ما انا حرة. زهقت بقى ان انا ما اتكلمش، انا زهقت. انت حره، فزهقتي فانت رديتي دلوقتي. وده حصل معايا على فكره، ده حصل معايا. انا ابو عيالي زمان ما كانش حد يعرف عنه مين هو خالص، ما حدش يعرف، اقسم بالله راح طالع بفيديو هلهلته واحكام من محكمه وصور من محكمه ونزلت له كل حاجه كده، نشرت له غسيله، هو ابتدى البادي دايما اظلم. انا بقى ما عملتهاش لاجل شبشب جاسر ابني. لا البادي اظلم في قصه الميديا دي بالذات، البادي اظلم. هي بتختلف بقى، هي بتختلف من حد للتاني. لا انا يعني انا اتعمل فيا كتير ما اتكلمتش عشان عندي ثانويه عامه وعندي شاب شايفاه هيطلع دكتور ان شاء الله. لا انا بالنسبه لي دافع عن نفسي، يعني انا لا انا دفعت في ايه؟ دفعت مع مين؟ مع الشخص اللي طلع يتكلم عليا على السوشيال ميديا، لكن ابو ولادي ما حكيناش، احنا خلاص اختلفنا. لا انا مش بتكلم على ابو ولادك، بتكلم على يعني بفهمك لو حد انا بتكلم في العموم على فكره، برضو مش هقصده هو بالكلام، بتكلم عموما. بني ادم حطني في حاله مثلا شكل الناس اتكلم، انا ليا حق الرد طالما انا بقى ما فتحتش بقي، هو طلع اتكلم يستحملني بقى. انما بتكلم اصلا ان انتوا كنتوا زوج وزوجه، انتوا الاثنين سترتوا على اللي حصل بينكم ده وقفلتوا الموضوع، النهايات اخلاق وبسم الله ما شاء الله. ما رضوش بقى، انا وهو متفقين هو بقى ما حدش ينطق ما حدش يتكلم، ما تجيبش سيره، لان انا مش عايزه ريتش ومش عايزه لبلبه. فانت حر. انا بقى الطرف اللي مش عاجبني خالص ان انا اشوف انا بقى كست، ده اللي مش عاجبني، ده اللي مضايقني بقى. انا كست اشوف بني ادم كده وعمل مع الشخصيه اللي عملت كل خير معاه كده، انا اخش حياته ليه؟ مغيبه وحكي لها حاجات مش يا بنتي افهمي، هو حكي لها حاجات. انا بني ادمه شفت خلافات شخصيه ما بين زوج وزوجه والشخص طلع مش كويس، مغيبه، هي مغيبه. مهما قلتي مش هعرف احترم راجل يتكلم في عرض مراته ابدا على السوشيال ميديا، مش هعرف اشوفه حد كويس. فانا شفت العلاقه، شفتها وشفت وهو بيقطع فيها. يا بنتي هو مطلع نفسه، مظلوم، واللي حمل الوديع هو مطلع لها نفسه ان هو اتظلم، وان انا ما رحتش في العمليات بتاعته، وان انا سبته. اتاري انا ما دفعتلوش فلوس العمليات عشان كده اتقهر. استني سيبك مش فارق كل ده معايا، انا اللي فارق ان انا شفت خلاف معين. هل انا الراجل ده هيصني في يوم من الايام؟ مش هيصني يا جماعه، انا بتكلم في حاجه على العموم مش يا بنت الناس. هي مش شايفه، هي شايفاني انا اللي غلط وهو اللي صح. برضه بام جسر بترجعني للحوار، انا برضه مش انت قصتي، انا قصتي بتكلم في العموم. في العموم دي قصه، مش بتكلم على مجاسر وحد تاني لا، انا بتكلم. انا دلوقتي شفت شخص على السوشيال ميديا غير امين على عرضه ومراته، انا بقولها اهو، انا شفت راجل غير امين على اسرار بيته ومراته، انا اخش حياته ليه يا جماعه؟ انتوا ليه اغبياء كده؟ انا بتكلم على حاجه في العموم، مش بتكلم عليكي ولا عليه ولا، انا بتكلم على الغباوه. انا شايفه مثال لبني ادم فضاح، انا اروح احبه وادعمه ليه؟ هو ده اللي انا بقوله، هي دي بس اللي انا الفيديو معصبني بس. دي الحته الوحيده، ماليش دعوه بقى بعلاقتك بيه، ماليش هو مين، ما اعرفش انا المفروض ابقى مصدقه ان انا في يوم من الايام هتحط مكانك. ما هو انا مستحيل يعني الموضوع يعدي كده، انا مستحيل الموضوع يعدي معايا كده. سيبك انتي، انا ربنا طلعني منها على خير. فهماني؟ ما خسرتش الحمد لله كتير، غير ال 17,000 بتوع الغرامات بتاعت العربيه. جاب لي غرامه 10,000 بتوع الكهرباء، السخان ما رضاش يجيبه، الحلق بتاع امه، التليفون اللي هو بيشتمني بيه من في اللايف ده بتاعي سرقوا مني. ما خسرتش كتير، في 2 لحاف هيرجعوا ان شاء الله. انا هرجع وعهد الله. انت بتضحكي، وعهد الله لا هتلاقيني في قلب بيته واجيب حاجتي، لان انا ما بعرفش اسيب حاجه.
اتنين لحاف دفعهم من عند الراجل اللي بيعدي قدام دبتهم انا بالقسط. ببص في حته مضايقاني لا وزعلانه على واحده مننا غبيه، وانت برضو باصه للحاف. وربك لا اجيب اللحيفه، وربك لا اجيب السخان، وحلق امه اللي انا جايبه. وبصي انت بتتكلمي من ناحيه، انا بتكلم من ناحيه الخساره، انا ما بتكلمش منه. انا خلاص هو نزل من نظري وسقط، مش هيعرف يرجع تاني. خلصت. هو بيفرق جايب واحده اكونت فيك يقول عليها ان هي حبيبته، لابس الدبله بتاعتي بيقول لهم انا اتجوزت وبيبوسها. يا غبي انت بتبوسني انا لان دي دبلتي اللي انا شاريها لك. ركز. الساعه اللي انت لابسها دي بتاعتي. الهدوم اللي انا جايبها لك دي ب 20,000 جنيه من الداون تيم. كنت بتيجي تتصور جنب الازاز كده وانت معدي طالع الكافيه فوق. انت فاهمين انا بتكلم في ايه؟ انت بتتكلمي في محتوى، انا معايا محتوى تاني. انا عكس الستات، انا ست رايقه باشا. فهمتي؟ فانا لما جبته كفانز عملته كشخصيه جوزي، فكان ليه كل الاحترام والتقدير لانه كان جوزي. ما كنتش بطيء عنه بكلمه. فلما انت قلت بيا اللي انا باكلك سنه ونص وبجيب لك سجاير وبشربك وعملتك بني ادم، لا، واقفه هنا نقطه من اول السطر. بصي انا بقولها لك اهو، انت ربنا يعوضك، وانا مشكلتي مش معاكي ولا معايا. انا مشكلتي في البني ادمه اللي هي فاكره ان هي واخده حد انجاز. لا، هي واخده على قفاها. لا، ما هي واخده حد انجاز. ده واحد دلوقتي بقى مشهور من المشهوره. مشهور مين؟ هو اتشهر من المشهوره يا حبيبتي. ما هي واحده مش معروفه. انا شفت اكونت 100,000 وده بني ادم مشهور بالنسبه لك. والله يا بنتي الاكونت اتشهر بسبب الصور بتاعتي اللي على صفحتي. بعد كده راح شايلها بقى، شال صوري وحط صوري. ده مش مشهور ومش هيتشهر خلاص. انت لو اما رفعتي ايدك عنه ما حدش هيشوفه. فهمي بس عشان انا بفهمك. لا يعني كل الداعمين جرت منه الصراحه، كانوا بيدعموه بسبب الدعم برضو كده كده هتروح. بصي هي ما بتدومش لحد. انت طالما رفعتي ايدك من عليه، انا بقولها لك قدام الناس اهو، انت طالما رفعتي ايدك من عليه هو مش هيشوف خير تاني. اسمعي مني. حلو قوي السؤال ده يا جماعه اللي بيتكتب ده. ايه قصاد ان انت اكلتيه سنه ونص مستفاده منه ايه وبتجيبي له السجاير؟ هقول لك مستفاده منه ايه. كانت مقتنعه بالحب. لا لا لا، انا من اول شهر خلاص لقيته ان هو ما بقاش يشتغل، بس انا مش هشمت الناس فيا ومش هتطلق الطلقه الثانيه. فكنت بحاول زي اي ست مصريه جدعه تحافظ على بيتها وما تهدوش. بس لما لقيته غلط في حق اخويا وكرشني انا وهو من بيته علشان ما دفعتش فلوس عمليته، كرش اخويا هني وكسر اخويا، فانا رحت ردها له. جبته عندي البيت هنا، قلت له رجعني، فجاه هو وابوه. رحت انا جايبه المأذون، قلت له طلقتني مش هطلع بره. كسرت ابوه زي ما كسر اخويا. فهمتي؟ عموما هي كانت من الاول ما كانش في بينكم ود. لا كان في. انا من ناحيتي كنت على كتاب الله كان في ود، وكنت بعامله بما يرضي الله. خلاص انت نصيبك اتقطع معاه. اسمعي بقى واللي بقوله لك والله. انا مش هنته، انا كسرت رقبته. انا مش هنته، انا قطمته 2. وصدقيني بس انا كنت عايزه ارجعه تاني، انا هقول لك على كلمه حقيقيه برضه واسمعي مني بقى وتسمعيها من اختك. ما تجيبيش سيرته تاني في لايف. هو اسمه ايه عشان ادخل صفحته؟ اسمه النطع. تعالي بقى، لسه بقولها لك وهقولها لك تاني قدام الناس. لسه بقولها لك وراحت بتقول لك اسمه ايه. لا ما انا بقول لهم من هنا ورايح اسمه ما يجيش في لايفك ولا تحكي عليه تاني. لا يتجاب. لا ما خلاص انا شهرته يا جماعه. اسمه النطع. اكتبوا الف لام نون طه عين اللي بياكل من عرق الولايه. اسمعي مني ما تجيبيش. اسمه سوما العاشق. سوما العاشق رابطه كده، عاملها كده زي سوما العاشق، وبيجري بتورتايه اللي انا اكلته سنه ونص وشربته وجبت له سجاير. ما عمليش تورتايه في عيد ميلادي. اسمعي مني ما تجيبيش سيرته تاني في اللايف. محدش هيعرفه، محدش هيشوفه. ولايفه لو هيبقى 5000 هيبقى 5. ممكن اي حاجه. عارفين يعني ايه لايف؟ يعني بسترزق. لايف يعني بكسب منه فلوس. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا لما افتح لايفي انا ممكن اعمل لك الفيديو اللي نفسك فيه، اشتمك، اعمل عليك اغنيه، اعمل اي حاجه. انما انا افتح عليكي لايف، يبقى انا لما افتح عليكي لايف كده يبقى انا بسترزق من ورا سيرتك. ده اللي مضايقني.
ان البني ادم برضو ما بيفتكرش للشخص معاه اي حاجة حلوة. طب لما البني ادم ده ما يفتكرش الست كانت في حياته اي حاجة حلوة، هل ده هيصونك؟ مش هيصونك. انتوا متخيلين انا اقصد ايه؟ مش هيصونك. لو واحد، يا ستي سيبك من السوشيال ميديا خالص، لو انا طلعت بره السوشيال ميديا وواحد كان متجوز واحده واول ما قعد معاكي حكالك على كل اسرارها، هل انت متخيله لما انت تطلقي من الراجل ده هو مش هيحكي عنك انت للي جاي في حياته مثلا او اللي جايه في حياته؟ هيحكي. فاهمين؟ واللي انا بقى عايزه اوصله لكم للمره المليون، انا مش قصتي مع ام جاسر وجوزها، انا قصتي في البني ادمه اللي فاكره ان الشخص ده كويس. انت زي ما بتفهميش. نرجع للقصه اللي انا بقول لكم عليها. هو انتوا فاكريني متضايقه منه؟ انا مش متضايقه منه. نرجع وفهموا نقطه الفيديو ايه. نقطه الفيديو ان في واحده مننا راحت امنت لراجل وفاكراه حد كويس وهو مش كويس كله، بس عينه من واحده تانية، واحد بيحب واحده تانية. خلاص يا ستي، راجل وكل اللي انت بتقوليه موجود فيه. بصي فهمي بس، راجل ومش خاين وغني وبيشتغل. بصي في كل المواصفات اللي بقولها لك اهي، كلها في كل المواصفات فيه، ومش بيحبك وبيحب واحده تانية. مش هيبقى مناسب ليكي. انت فاهمه؟ انما ممكن يكون شخص معتدل وما فيهوش كل الصفات دي يا ستي وازبل من كده، بس بيحبك. ماشي؟ بيحبك، هيبقى حنين عليك، هيبقى كويس معاك، هيبقى ما بيخونكيش، ما بتهونيش عليه، ما بياخد باله من بيته، بياخد. فاهماني؟ ساعات كتير بيمثل الحب. ايوه، ناس كتير بتعمل كده. الحب وحده مش كفايه. مش عارف، انا زوجي يحبني وكل شيء يحبني، بس هو طبعه عينه زي غير. سيبيه. بص اقول لك على حاجه، انا ممكن يعني انا كليلي ممكن استحمل اي شخص في الدنيا مهما كانت عيوبه، الا ان هو يكون يبص لواحده غيري. اصل اقول لك على حاجه، انت لو رحتي خنتيه هو هيسيبك، فهو مش احسن منك. لو انت عينك زايغه هو هيسيبك، هو مش احسن منك. لو هو شخص عنده مشاعر فانت شخصيه عندك مشاعر. لو انت بتحبيه فهو كمان بيحبك. لو انت عنده قلب ومشاعر، انت كمان عندك قلب ومشاعر. انت عندك، هو عنده عزة نفس وكرامه، انت عندك. اصل احنا بني ادمين زي بعض، دي مشاعر متساويه. ما ينفعش اللي يحلله لنفسه يحرمه عليكي. فهو شايف نفسه عينه زايغه، لو انت عملتي معاه ده هو هيسيبك على فكره. فانا بالنسبه لي الراجل الخاين يتساب، يتغير. الراجل الخاين يتساب ولا الخاين يتساب. سيبيه يا حبيبتي، الدنيا مليانه رجاله. طالما بيخونك سيبيه. اصل انت يعني انت هتبقي مستحمله الحياه وقرفه والحياه السوداء اللي بينكم وكمان خاين؟ ليه استحمله خاين؟ ليه؟ عنديش سبب لده. كل الرجاله اللي بالدنيا عينهم زنغه، مش كلهم على فكره، مش كلهم على فكره. انا اعرف شخصيات مش عينها زايغه. راجل الخان ما بينفعش يتعدل، وطالما هو شايفك مش انت اللي هتملي عليه حياته يبقى هو بيستغلك. بص اقول لك على كلمه برضو حقيقيه جامد، حقيقيه قوي قوي قوي، وهعملها في فيديو. الراجل اللي انت مش ماليه عليه حياته ومش مقتنع بيك ان هو ممكن يسيب كل الستات علشانك، انت بالنسبه له مصلحه. وافهمي كلامي علشان الكلام ده حقيقي. طالما طب الاطفال، ما هي بقى المشكله بتبقى دايما في الاطفال، بتبقى مشاكل بقى. بس انا بقولها لك اهو، طالما
البني ادم اللي معاكي انت مش ماليه عينه ومش قادر يبعد عن كل الستات اللي في حياته عشان خاطرك، يبقى واخدك مصلحه. لا الراجل لو الفرصه جات ليه هيخون غير الست. مش اي ست، مفيش ست بتخون اصلا يا نانسي. مفيش ست عندها اولاد وبيت بتخون. سيبك بقى من الشواذ، خلينا في الناس الطبيعيين اللي زيي وزيك وزي ستات كتير، ستات بيوت. مفيش ست بيت بتخون. اصل هيبقى مخلفه منه وقاعده معاه مرزوعه، هتخونه؟ مش بتخونه، هو اللي دايما بيبتدي الحوار ده. المشكله ان مش بنكتشف ده غير متاخر بعد فوات الاوان. انتي صح، دي حقيقه. حبيبتي بنتي بتحبك، بوسيها لي. الف سلامه يا نورين. دي حقيقه من الحقائق. ما هو بسبب الاطفال بقى احنا بندوس على انفاسنا وبنستحمل. بس انا من ضمن الناس، انا بقولها لك اهو، انا من ضمن الناس الوضع لما بيعجبنيش يولع الطفل على اللي جابه وانا بمشي. يعني انا الناس كلها كانت بتقول لي زمان، وكانت من كام لايف قالوها لي، انت ليه ما قعدتيش مع ولادك عشان خاطر ولادي الاتنين دول؟ لا انا خدتهم ومشيت. انا امشي يا رب الحس التراب في الشارع. انا الوضع اللي مش بيريحني ببعد عنه وبسيبه. انا ما بقدرش، انا فيش حاجه تعرف تلوي دراعي. شغل بعرف اشتغل، اكل عيش بعرف افتح لنفسي، شغل في الشارع اشتغلت، انما ان هو يضغطني مش بحب كده ابدا. نو واي يابا. بس مش كل الناس بتعرف تعمل كده. انا اتضغطت جامد 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 مع ولادي جامد. يعني انا اللي انا وصلت له ده وصلت له بعد سنين كتيره، سنين ان انا اقعد قدامك القعده دي. انا طلع عين امي اللي جابتني.